صباح الفل، صباح العسل، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا كلها. النهاردة بقى فيديو جديد ان شاء الله كده وروتين جديد. عايزة اقولكم ان انا بحبكم جدا 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 جدا. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا ابدا. النهاردة بقى هاخدكم معايا كده. هنرتبوا المطبخ وهننضفوا بقى البوتاجاز والرخامات وهننضف التلاجة. هنعمل حاجات كتير كده النهاردة. فيلا بينا بقى نشوف هنعمله ايه. وما تنسوش بقى اختاروا في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. وانا بحبكم جدا جدا و... وبشكركم جميعا يا رب. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ودايما كده معايا وفي ظهري و... ويلا بينا بقى نشوف هنعمله ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحشتني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى كده فيديو جديد. اول حاجه كده عندي التلاجة كنت عايزه انضفها. فقلت كده اشاركها كده معاكم وابدا ان انا انضفها كده معاكم ونتشجع من بعض. اول حاجه بقى طلعت الارفف كده من التلاجة وبدات اغسلها بقى كده واحط يعني اغسل واحط على الرخامه كده او في الحوض براحتك. يعني انا عندي هنا الحوض 2 عين يعني، فممكن اغسل في واحده واحط في واحده في التانية يعني. طبعا لو اول مره بتشوفيني وتسمعيني، انا اسمي غادة واتمنى يعني واتشرف بيكي تكوني اخت من اخواتي و... وكلكم والله بتشرفوني وتنوروني بصفة الجمع يعني. كلكم يعني بتشرفوني وبتنوروني بوجودكم. فانا والله يعني انا يعني بفرح جدا بالكلام اللي انتوا بتقولوهولي وبتخلوا الواحد يعني يتشجع. يعني انتوا بتشجعوا الواحد والله. بصوا انا هنا بقيت بقى ايه اغسل كده واشطف واحط على الفوطة هنا يتصفى يعني. اهو كده زي ما انتوا شايفين. على بيت ما خلصت الأرفف كلها والحاجات كانت اتصفت. هنا بقى كنت غسلت التلاجة بقى كده بالسبونشة كده، اغسلها بسرعة وبمسح بقماشة مبلولة وخلاص. عايزة اقولكوا اسهل ما يكون، يعني الموضوع مش حوار يعني. بس انا قلت والله اصورها معاكم كده ونتشجعوا من بعض يعني وكده. يعني كلنا بنتشجع من بعض على فكرة. يعني انا زيكم بالظبط. وبحب اخد جزء من التلاجة يعني. مش بفضيها كلها لا، انا بحب اخد جزء كده وانضفه واحط الحاجات بتاعته فيه يعني. بحب قوي بقى انا ابدا بالجزء اللي في النص دوت. وهنا كنت مسحت بقى درج التلاجة برضو وطلعت بقى الخضار. كان الخضار محطوط في كيس، طلعته وظبطت الدنيا يعني. هنا بقى البوتاجاز برضو كده خدت غسلة كده على السريع. طبعا عايزة اقول لكم لما بتعملوا حاجات كده في البيت نفسيتك بتختلف تماما يعني. تحسوا كده بريحة النظافة كده والروقان بصراحة. انا هنا بصوا كنت بقى غسلته كده على السريع كده بقى بالسبونشة كده بقى. وبعد كده مسحت بالقماشة كده بخليه زي الفل، مفهوش اي حاجة. بس والاستانلس كمان يعني لما بيكون بيلمع كده بيبقى شكله حلو قوي وبيديكي كده يعني طاقة إيجابية كده، بتبقي مبسوطة. هنا بقى الحوامل بتاعت البوتاجاز برضو غسلتها عشان مطرح بقى ما حاجة زيت تتكب عليها أو صلصة، مطرح مثلا طبيخ أو أي حاجة، أو العيش لو سخنتي عيش كده أي حاجة يعني تغسليها برضو كده هتبقى بتلمع معاكي وتنضف. طبعا ما تنسيش اختك بقى كده من الكومنتات الحلوة و... ويا رب يا رب كده اكون بقدم لكم كده يعني حاجات تبسطكم وحاجات تستفادوا منها يعني. وانا مش بعمل اي حاجة غريبة يعني. انا زي اي ست بيت بتنظف بيتها، بتروقه بتذاكر لولادها، بتعمل لهم حلويات كده يعني. طبعا انا ملوكة بنتي نجحت الحمد لله بتقدير جيد جدا يعني ممتاز. الحمد لله يعني جبت الدرجات النهائية الحمد لله. الحمد لله. ربنا يا رب كده يقدرني دايما واكون
سند ليها أنا وباباها طبعًا. يعني هو شغال وكده، وأنا في البيت برضه بابقى متابعاها وباقعد أذاكر معاها، وهي برضه يعني الحمد لله يعني. بُصّوا، عايزة أقول لكم حاجة والله، رضا الأم والأب بيفضل ملازمكم طول العمر. طول ما أمك وأبوك راضيين عليك هتلاقي الحظ حليفك، وهتلاقي ربنا دايمًا راضي عليك، لإن الأم والأب دول جنتنا على الأرض. أنا ما حدش قال لي قبل كده الكلمة دي، بس أنا باشوف إن الأم والأب دول جنتنا على الأرض، هُم دول الجنة على الأرض. طبعًا ربنا يخلّي لنا أهالينا، ويخلّي لي أمي ويرحم أبويا يا رب. يا رب يرحمك يا بابا، وفي جنات النعيم إن شاء الله كده. الله يرحمك يا حبيبي ويسامحك ويغفر لك. وكل اللي بيسمعني، لو لا قدّر الله والده متوفي، الله يرحمه ويغفر له. لو يعني ربنا يرحم اللي اتوفوا، ويبارك في أعمار الموجودين يا رب، يا رب بحق جاه النبي. أنا باشكر كل الناس والله على تعليقاتهم الحلوة وعلى كلامهم الجميل، و وربنا يديمكم حاجة حلوة في حياتي، وأقدر يعني أوصّل لكم كل حاجة بأسلوبي وبطريقتي. و وأنا بابقى مبسوطة والله وأنا معاكم، وأنا باصوّر الفيديو وباستنى التعليقات بتاعتكم والمشاهدات. أنا بجد بابقى فرحانة يعني. الحمد لله، اللهم لك الحمد. وكل وقت، آمم، كل وقت وله أذان، وكل وقت وله مرحلة. يعني كل مرحلة في حياتنا إن شاء الله هتبقى أحسن إن شاء الله، يعني اللي جاي أحسن بإذن الله وأحسن إن شاء الله. بُصّوا، أنا هنا النهارده هاعمل شوربة خضار، بقى لي كتير ما عملتهاش، وهي خفيفة كده، وأنا باحط عليها لسان عصفور. يعني إيه، عشان الخضار خفيف جدًا يعني، فأنا قُلت أحط عليه لسان عصفور، فأنا باحمّر لسان عصفور وأحطه عليه. بُصّوا، أنا هنا كنت سلقت الفراخ طبعًا. بتسلقي الفراخ بقى بطريقتِك أنتِ، يعني ما مَيّة بقى، و بتحطي بصل، طماطم، لورا، حبهان، الحاجات اللي أنتِ بتحبيها. هنا الفراخ بقى كنت حمّرتها خلاص، وعملت بقى شوربة الخضار. هنا النور كان قاطع الحمد لله، يعني إحنا النور على طول قاطع عندنا. غرفت بقى كده طبق شوربة خضار، وحطيت حتة الفرخة كده، وده كان غدانا الحمد لله بفضل الله، ربنا يديمها عليَّ نعمة يا رب. وطبعًا الكيك دي بقى أنا باهديها لندى. ندى أم البنات، وباهديها لملوكة طبعًا عشان ملك نجحت، وندى قناتها اتفعّلت، فأنا طبعًا إيه، حبيت بقى إن أنا إيه، أعمل الكيكة دي كده وأهديها لهم يعني والله. ولو أقدر أعمل أكتر من كده أعمل يعني. بُصّوا، أنا الكيك دي أنا بُصّوا افتكاسة فيها شوية يعني. ما تاخدوش إيه عليَّ، أنا أنا عايزة أعمل لهم حاجة حلوة. بس فأنا بُصّوا هنا عملت بقى أنتِ بتحطّي الكيك، بتحطّي مثلًا المقدار مثلًا 3 كوبايات دقيق مثلًا، عليهم كوباية ونُص سكر، عليهم كوباية زيت كبيرة، تمام. أنتِ بتضبّطي بقى، وأنا بُصّوا مش باعمل بمعايير أوي كيك بالذات، لإن أنا بابقى عارفة بقى إيه، خلاص حفظت الطريقة، فخلاص. هنا بُصّوا عملت 3 حاجات يعني فيهم كيك. عايزة أقول لكم إن هي طالعة حلوة جدًا، ماشي. فأنا بُصّوا، عارفين القشطوطة؟ لو عارفين القشطوطة عند بلبن كده، يعني شوية تشبه لها كده يعني، هُم ساقيينها بلبن، بس أنا حطيت بقى كريم شانتيه على لبن وضربته في الخلاط، بس كان طالع خفيف شوية. بُصّوا، كان طالع خفيف، فأنا قُلت مش مشكلة، فأنا جِبت كريم شانتيه تاني، وقُلت مش مشكلة يعني. بس عايزة أقول لكم إن هي عجبتهم جدًا، وده أهم حاجة عندي، إن هي عجبتهم. بس حاجة حلوة، وعملتيها في البيت وخلاص تمام، وعدّيتِ يومِك والحمد لله. بُصّي هنا كان خفيف إزاي. دلوقتي تقول عليّا سِت بيت مش شاطرة خالص.
هنا بصوا بعت بقى ملك جابت لي كيس كريم شانتيه تاني وغطيتها بقى كده من فوق، وجبت بقى هنا حاجات من عند مستلزمات الحلواني وقعدت ازينها كده بقى اي حاجه بقى. بصوا من الاخر بقى، المهم ايه، تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في اللي انا في الحلويات اللي انا عملتها ديت. ماشي، وما تنسونوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. دمتم في رعايه الله، مع